ملخص اخبار النهارده، اخبار الاهلي والزمالك وبعض الاخبار الاخرى. جايب لك شويه اخبار هتفيدوك جدا. طبعا كل خبر انا جايبه لك بالمصدر. قبل اي حاجه عزيزي المشاهد ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تضغط لايك ومتابعه فضلا وليس امر. لايك والمتابعه هيفيدوني جدا، فما تبخلش عليا بالاثنين. بالنسبه لاخبار النهارده تابع معايا. الاهلي يتعادل مع يانج افريكانز بهدف لكل فريق في الجوله الرابعه من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا. الاهلي بطل لدور المرتبط لكره الطائره بعد فوزه على الزمالك. احمد جاب الله طبيب الاهلي فحوصات طبيه على زيزو بعد العوده للقاهره للاطمئنان على اصابته. وفقا للصحفي محمد ابو علي، امام عاشور قرر رسميا الغاء وكاله ادم وطني، والان اصبح اللاعب بدون وكيل. امام عاشور تواجد في النادي الاهلي اليوم لتنفيذ عقوبه التدريب المنفرد. تقارير: اليو ديانج يوقع عقود انضمامه لصفوف فالنسيا كلاعب حر بدايه من الموسم الجديد. الاهلي انهى اجراءات قيد الانجولي كامويش ضمن قائمته المحليه والقاريه بعد اتمام التعاقد معه. رسميا اوبست المجري يضم جريديشار معار من الاهلي. حمزة عبد الكريم يوقع عقود إعارته إلى برشلونة رسميا ويمدد عقده مع الأهلي حتى 2028 وفقا لموقف الجول. الكرمة العراقي في مفاوضات متقدمة مع الأهلي لضم أحمد عبد القادر. تقارير: عودة محمود بن تايج للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي مع الزمالك. ناصر منسي يقترب من البقاء في الزمالك بعد عدم التواصل لاتفاق بين إدارتي الأبيض والمصري البورسعيدي. تقارير: عبد الله السعيد يعود لقائمة الزمالك أمام المصري البورسعيدي غدا في الكونفدرالية. تقارير: الزمالك يبحث عن عرض لتسويق أحمد الجفالي بعد فسخ عقد إعارته. وفقا لموقع 247 سبورتس، محمد صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام المصري البورسعيد في الكونفدرالية واستبعاد محمد عواد. تقارير: تأكد غياب محمد شحاتة عن مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي في الكونفدرالية بسبب الإصابة. تقارير: لاعب الوسط الدولي الفلسطيني مصطفى زيدان يقترب من الانضمام إلى نادي المصري البورسعيدي. موقع في الجول نقلا عن كوبي الأسبانية، تقدم أتلتيكو مدريد بعرض لضم النجم المصري عمر مرموش على سبيل الإعارة مع خيار شراء. العقد يبلغ 55 مليون يورو بالإضافة إلى 15 مليون يورو كحوافز. بس كده عزيزي المشاهد، دي ملخص أخبار النهاردة. جايب لك كل خبر بالمصدر. لو شايف إن أنت استفدت من الفيديو وعايزني أستمر بنفس السلسلة، اضغط لايك ومتابعة، وما تنساش إنك تشير الفيديو. بس كده، وقبل ما أقفل الفيديو ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سلام.